السلام عليكم طلاب. بهذا الدرس وصلنا للنواة. النواة هي الجزء المركزي بالخلية. شنو يعني الجزء المركزي؟ يعني هي العقل المدبر بالخلية، هي الشيء اللي يتحكم بمكونات الخلية. فمن نجي للنواة شو نقول؟ تمثل النواة أهم مكونات الخلية في الكائنات الحية. أهم شيء موجود بالكائنات الحية هي النواة، أوكي، بالخلايا مالتها. ويعد وجودها أساسي للحياة. بدون النواة الحياة تبدي شوي شوي تنتهي داخل الخلية والنوم بتموت. حيث أن بقاء الخلية يعتمد على المبادلات الأيضية المختلفة التي تتم بين النواة والسيتوبلازم. اكو تبادلات ايضيه، يعني شنو تبادلات ايضيه؟ يعني تبادلات حيويه، يعني الاشياء اللي تنطيها النواه للسيتوبلازم واللي السيتوبلازم ينطيها للنواه، فاكو تبادل بيناتهم مال معلومات، مال مواد، مال وظائف. هاي التبادل هو اللي يخلي الخليه تكون على قيد الحياه. فبدون هذا التبادل، يعني اذا ماكو نواه وماكو هذا التبادل، فما عندي حياه داخل هذه الخليه. والخلية التي تفقد نواتها تعيش لفترة قصيرة ثم تتحلل. يعني هي راح تعيش بس ايش قد؟ شيء بسيط ووراها تموت. كما هو الحال في خلايا الدم الحمراء الناضجة. وهذا يقول لك انطيني مثال عن خلية تفقد نواتها بعد فترة قصيرة منه خلايا الدم الحمراء الناضجة. زين. هل النواة كلها نفس الشكل؟ لا طبعا، مثل الخلايا لها اشكال معينة، النواة ايضا لها اشكال مختلفة. تظهر نوع الخلايا تباينا في اشكالها، اذا اكو عندي تباين بالاشكال، يعني شكل يختلف عن شكل اخر. وهذا التباين ذو صلة بشكل الخلية. اذا ماذا يعتمد؟ شكل النواة يعتمد على شكل الخلية، وهي قد تكون كروية او بيضاوية او مفصصة او غير منتظمة الشكل، كما هو الحال في خلايا الدم البيض. خلايا الدم البيض النواة مالتها الشكل مو ثابت، يتغير وفق الحركة مال الخلية. تمثل النواة أكبر عضية متميزة داخل الخلية. إذا أكبر جزء موجود داخل الخلية وداخل السيتوبلازم هو النواة. ويختلف حجم النواة باختلاف الخلايا، يعني كل خلية حجم النواة اللي بداخلها يختلف عن الخلية الثانية حسب شنو؟ يكون لحجمها علاقة بحجم السيتوبلازم. إذا حسب السيتوبلازم، حسب الحجم مالته، النواة راح تكبر أو تصغر. والغالبية العظمى من الخلايا تكون وحيدة النواة، يعني أغلب الخلايا عندها نواة وحدة. بينما لكن توجد حالات تكون فيها الخلايا ثنائية النواة، مثل منه؟ كما هو الحال في خلايا الغضروف والكبد والأنسجة العضلية. هذني الثلاث أنسجة عندهم إذا اجينا وفحصنا الخلية مالتهم راح نلقى عندهم نواتين. تتخذ النواة موقعا مركزيا في الخلايا الجنينية. هسه موقع النواة وين يصير بالخلية؟ مثلا هاي الخلية، هل هو بالوسط؟ هل هو بالطرف؟ هل هو جانبي؟ وين ممكن؟ عادة بالخلايا الجنينية تكون دائما بالسنتر، بالوسط. فيتخذ موقعا مركزيا في الخلايا الجنينية، وتتخذ موقعا جانبيا أو محيطيا في بعض الخلايا الإفرازية، مثل منه؟ كالخلايا الدهنية أو المخاطية. الخلايا الدهنية أو المخاطية دائما تكون النواة بها بالجانب. فهذا خفي يقول لك انطيني مثال، عادة نقول له الخلايا الدهنية أو المخاطية. هسه نجي نشوف مكونات النواة. من شنو تتكون النواة؟ النواة تتكون من 4 أجزاء مهمة. أول جزء هو الغلاف النووي. تتذكرون من كنا نقول الفرق بين الخلايا بدائية النواة والخلايا حقيقية النواة هو وجود الغلاف النووي. فأول جزء موجود بالنواة هو منه؟ الغلاف مالتها. وهو غشاء رقيق ثنائي الطبقة. إذا هو غشاء شبيه؟ رقيق، يعني السمك مالته رقيق. وشبيه؟ ثنائي الطبقة، يعني غشاء انس ومدموجات. يحدد النواة وله خواصه الفيزيائية والكيميائية. داير مدار النواة وشبيه؟ بخواص فيزيائية وكيميائية. شنو فائدته؟ وهو ينظم تبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم. تذكرون قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا هذه التبادلات هي اللي تعتمد عليها الخلية حتى تبقى على قيد الحياة. فالغلاف هذا هو ينظم لي منه؟ التبادل مال المواد بين النواة والسيتوبلازم. شلون ينظمها؟ لاحتوائه ثقوب دقيقة تمر من خلالها بعض جزيئات المواد، بمثل الثقوب الصغيرة، ظروف صغيرة، زين، تفوت من عندها المواد من النواة المن للسيتوبلازم. زين. ويمتاز هذا الغشاء شبيه؟ بخاصية النفاذية الاختيارية. يعني شو النفاذية الاختيارية؟ يعني يختار المواد اللي يحب يعبرها. المواد الكبيرة ما يخليها تعبر، والمواد الصغيرة كلش يقبل بعبورها. زين. ويوجد هذا الغشاء محيطا بمحتويات النواة في جميع الخلايا فيما عدا البكتيريا والطحالب الخضر المزرقة. ليش؟ لأن ذول بدائية النواة، وقلنا بدائية النواة ما عندهم
الغشاء النووي، حيث لا تمتلك نواة بل مادة نووية. هذا بالنسبة للغلاف النووي. هسه ناخذ البلازم النووي. شنو البلازم النووي؟ قلنا البلازم يعني السائل، فالسائل النووي إذا هو السائل مال النواة اللي بيه محتويات النواة. شلون السيتوبلازم مال الخلية؟ هسه عندنا السائل النووي أو البلازم النووي، هو سائل هلامي يشبه الجلي نوعا ما، عديم اللون، ما بيه لون، يملأ النواة، يترسلي النواة من الداخل مالتها، وتتوزع فيها المحتويات النووية. شكو جزيئات موجودة مال النواة هي موجودة وين؟ بهذا السائل. شنو هذه الجزيئات؟ والمتمثلة بالنوية والشبكة الكروماتينية. هسه راح نجي عليهم النوية والشبكة الكروماتينية نشوفهم شنو. أول شيء النوية. هسه نجي على أول جزء من محتويات الخلية اللي هو النوية. تحتوي النواة نوية واحدة أو أكثر. هذا المركز مال النواة، أوكي؟ وعادة هاي النواة تحتوي شنو؟ يا إما نوية واحدة أو أكثر من عدها. وعلى سبيل المثال تحوي نواة الخلية البصل كم نوية موجودة بها خلية البصل؟ 4 نويات موجودة داخلها. من أجي أفتح النواة مال السيل مال الخلية مال البصل، إيش راح ألقى؟ راح ألقى بها 4 نويات. وتبدو النوية بشكل تركيب كروي داخل النواة كبيرة الحجم نسبيا، فالجزء دائري داخل النواة. من أفتح النواة وأشوفها راح ألقى بها مثل الطوبة هيك، وماخذة تقريبا حجم النواة كله. وهي تتكون من شنو؟ من شنو تتكون النوية؟ تتكون من البروتين والحامض النووي الرايبي الRNA. إذن هي متكونة من بروتين وRNA. وللنوية دورا هاما في تكوين الريبوسومات. شنو وظيفة النوية؟ هي اللي تصنع لي الريبوسومات. الريبوسومات شنو وظيفتها كانت؟ هي اللي تبني لي البروتين. فإذا ماكو نوية ماكو ريبوسومات ماكو بروتينات، ماكو حياة بالخلية هذه. إذن والنوية دورا هام في تكوين الريبوسومات التي يتم فيها تكوين البروتينات. هسه نجي على الشبكة الكروماتينية وهي آخر جزء موجود بالنواة. تظهر الشبكة الكروماتينية بشكل تراكيب خيطية. إذن هي عبارة عن خيوط شبيهة متداخلة واحدة بالأخ، يعني مثل مخربطة هيك الخيوط بيناتهم، متداخلة غير منتظمة الشكل، ما لها شكل ثابت، مجرد خيوط شبيهة متداخلة واحد بالثاني. وتتضح خيوط الشبكة الكروماتينية أثناء الانقسام الخلوي. شو وقت تبين وشو وقت أقدر أشوفها بالميكروسكوب؟ خلال الانقسام الخلوي. مكونة عددا محددا من التراكيب العصوية في الغالب وتعرف بالكروموسومات. شوفوا هاي عبارة عن خيوط ملتفة بشكل متداخل متكونة على شكل هذا الأكس اللي نسميه إحنا الكروموسوم. أوكي؟ زين. الكروموسومات شنو وظيفتها؟ وهي تحمل الجينات أو المورثات، يعني تحمل الصفات اللي تنقل من الآباء للأبناء، من الأمهات للأبناء، والتي يتم بواسطتها نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. هذه الجينات هي قلنا اللي تنقل لي الصفات الوراثية من جيل للثاني. زين. ولذا اكتسبت الكروموسومات أهمية كبرى بسبب الدور الأساسي الذي تلعبه في الوراثة والتكاثر والتباين والطفرات وغيرها. بما أنه هي اللي تحمل الصفات المورثة فأكيد هي اللي تلعب دور كل هاي الأشياء المهمة جدا. زين. يمكن رؤية الكروموسومات فقط عند انقسام الخلية. شو وقت قلنا نقدر نشوف الكروموسومات فقط من تنقسم الخلية. زين. وبعد يختلف عدد الكروموسومات في الأنواع المختلفة. كل كائن حي له عدد كروموسومات ثابت خاص به. زين. إذ إن لكل نوع عددا ثابتا من الكروموسومات، ففي خلايا دودة الإسكارس هناك كروموسومان فقط. دودة الإسكارس عندها بس كروموسومين بالخلية مالتهم. وبعد وقد يصل عدد الكروموسومات في خلايا الفراشة الإسبانية إلى 380. شوف هو الموضوع ما له علاقة بالحجم مال الكائن الحي ولا له علاقة خلينا نقول الذكاء مالته أو التطوير مالته، لا، له علاقة بكمية الصفات اللي ممكن تتنوع به، كمية الأشياء اللي موجودة بداخله، وكمية الDNA اللي موجود به. فكل خلية تحتوي على عدد الكروموسومات وفق الكائن الحي اللي موجود بها. مثلا قلنا الإسكارس 2، بينما الفراشة الإسبانية 380. وهناك 12 كروموسوم في الذبابة المنزلية. الذبانة اللي موجودة بالبيت هذه اللي تطير على الفاكهة بها 12 كروموسوم. وبعد 26 بالضفدع. وبعد و80 في الحمامة. وفي الحصان يكون العدد 64 كروموسوم. أما في الإنسان فيكون العدد 46 كروموسوم. إذن لازم تحفظوها على شكل فراغات. زين. ولا بد من الإشارة أن هذه الأعداد تمثل أعداد الكروموسومات في الخلايا الجسدية. يعني شنو عندنا بالخلايا الجسدية؟ شوفوا بجسم الإنسان أو بجسم الكائنات الحية بشكل عام أكو خلايا جسدية، أكو خلايا جنسية. الخلايا الجسدية هي الخلايا الطبيعية اللي موجودة عندنا بجسمنا، بالجلد، بالدماغ، بغيرها، موجودة بكل مكان. الخلايا الجنسية هي اللي مسؤولة عن التكاثر، أوكي؟
فعادة عدد الكروموسومات اللي موجود بالخلايا الجسدية يكون ضعف العدد اللي موجود وين؟ بالخلايا الجنسية. ليش؟ عندنا احنا خلية جسمية هي خلية كاملة متكونة من مثلا بالإنسان من 46 كروموسوم. الخلية الجنسية مثلا النطفة بالرجل تكون متكونة من 23 كروموسوم. ليش واحد يفكر بالموضوع؟ لأن خلية النطفة ويا من راح تتحد؟ راح تتحد ويا خلية البيضة اللي موجودة عند الأنثى. هذا الاتحاد 23 منا و23 منا ايش قد راح يصير المجموع؟ راح يصير 46. فنرجع للعدد الأصلي اللي متكون من عدد الكروموسومات بالخلية الجسمية. زين، نعيد. هذا الأعداد تمثل أعداد الكروموسومات في الخلية الجسدية، وأن أعدادها في الأمشاج أو الخلايا الجنسية إيش قد؟ يكون نصف العدد، أي أن بويضة الإنسان أو النطفة تحتوي على 23 كروموسوم، في حين يكون العدد في الخلايا الجسدية 23 في 2. طبعا منين جت هاي الاثنين؟ وحدة النطفة وحدة بويضة، هاي اثنين صار عندي، فيرجع العدد إيش قد؟ 46، وهو ناتج من اندماج نواة خلية البيضة بنواة النطفة. وللكروموسومات في كل نوع من أنواع الكائنات الحية شكل وحجم ثابت، ويتراوح طول الكروموسوم إيش قد؟ من 0.2 إلى 50 مايكرومتر، هذا طول الكروموسوم الواحد. وعلى سبيل المثال يصل طوله في الإنسان من 4 إلى 6 مايكرومتر. هذا بالنسبة للكروموسومات. زين، عندنا مقارنة بين منو ومنو؟ بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. تظهر الخلايا النباتية والحيوانية بعض جوانب الاختلاف فيما بينها. اكو فروقات بين الخلية النباتية وبين الخلية الحيوانية. هذا الجدول راح يبين لنا شنو الاختلافات هذه، خلينا نجي نباع عليها. اول شيء من خلال الغلاف الخلوي، الغلاف الخارجي اللي موجود. بالخلية النباتية يكون على هيئة غشاء بلازمي رقيق، واللي هو نفسه موجود وين؟ بالخلية الحيوانية يكون على هيئة غشاء بلازمي رقيق. بالإضافة إلى هذا الغشاء ايش موجود بالخلية النباتية؟ جدار سليلوزي سميك يحوي الخشبين أو اللجنين أحيانا، مما يعطي الخلية شكلا ثابتا. ولذلك النبات يكون الشكل مالته أثبت. تذكرون بالجدار الخلوي ايش قلنا؟ قلنا الجدار الخلوي موجود بالخلية النباتية فقط، وهو اللي ينطيها هذا الدعم والإسناد. الخلية الحيوانية ما بها هذا الجدار. أوكي؟ البلاستيدات. توجد البلاستيدات الخضراء أو ترتبط غالبا بالتمثيل الضوئي، عملية البناء الضوئي اللي موجودة بالنباتات. ويوجد منها عديمة اللون أو البيضاء أو ذات الألوان المختلفة، بينما بالخلية الحيوانية ما عندهم بلاستيدات أساسا. زين، الجسيمات المركزية. لا توجد جسيمات مركزية إلا في بعض النباتات البدائية، أصلا ما موجودة هي عندهم جسيمات مركزية اللي تساعد الخلية على الانقسام. بينما بالخلايا الحيوانية توجد في معظم الخلايا الحيوانية ولها دور في انقسام الخلية. الفجوات الخلوية قليلة العدد بالنبات بس تشبيهم كبيرة الحجم، وقد تشغل معظم حجم الخلية النباتية البالغة. الحجم مالتها أغلبه يكون عبارة عن فجوة. بينما بالخلية الحيوانية كثيرة العدد صغيرة الحجم، منتشرة في السيتوبلازم، متوزعة هناك. زين، انقسام الخلية شلون يتم؟ عند انقسام الخلية تتكون الصفيحة الخلوية التي تنمو من المركز إلى الخارج، حيث يكونها بروتوبلاست الخلية. يعني السيتوبلازم المواد الحية اللي موجودة هي اللي راح تكون لي هاي الصفيحة. شو تسوي؟ أنا عندي خلية كاملة، أوكي؟ هاي الخلية من الوسط مالتها راح يبدي يتكون صفيحة فتقسم لي إياها إلى اثنين، مثل الخط يقسم لي هذا القسم عن هذا. بينما بالخلية الحيوانية شلون يتم الانقسام؟ عند انقسام الخلية يحصل تخثر في السيتوبلازم يمتد من الخارج نحو الداخل. هاي الخلية الحيوانية مثلا راح يبدي شوي شوية مثل التخثر يصير بها انبعاج للداخل لحد ما ينقطع فتصير خليتين عندنا. هذا الفرق بالانقسام بين الخليتين. إلى هنا تنتهي المحاضرة وياكم. إن شاء الله درس الجاي راح نبدي بالأنشطة الخلوية، موضوعها جدا مهم. اقرأ زين وخليه نشوفكم بالدرس الجاي. مع السلامة.